اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. احنا قدام نظام قلب السوشيال ميديا وفرق جدا مع عدد كبير من الناس اللي تعبوا من اللف على الدكاتره وكمان القولون ارتاح معاهم. في نفس الوقت النظام ده بيعمل اغرب معادله ممكن تشوفها، بيمنعك من البيض والسلطه والفراخ البيضاء وبيسمح لك بالنوتيلا والجبنه الرومي. بس النهارده لاول مره هسالكم سؤال في الفيديو ده يمكن محدش عرضه قبل كده. ليه لما بتمشي على النظام ده فتره وتيجي في يوم وتغلط وتاكل لقمه واحده من الممنوعات بتلاقي جسمك اتقلب وخد علقه موت وتعب اضعاف ما كان بيتعب زمان؟ النهارده بالتفصيل هفكلك الشفره في النظام اللي قلب السوشيال ميديا الفتره الاخيره واللي دايما بتبعتوا تسالوني عنه، وهو نظام الطيبات. خليكم معايا لانها تكون حلقه مهمه جدا. عشان اكلمكم النهارده بعلم، النظام ده ملهوش اي دعوه بفكره السعرات الحراريه، هو قايم على فكره نوع الاكل واستعداد الهضم عندك. طب تعالوا نروح لنقطه مهمه جدا، هو ايه النظام ده؟ ايه الممنوعات بتاعته وايه المسموحات بتاعته؟ الممنوعات الشرسه في نظام الطيبات دي الابيض ممنوعين تماما، مفيش فينو، مكرونه، كيك او حتى مخبوزات. كمان كل الخضروات ممنوعه ما عدا البطاطس والكوسه والقرع فقط، يعني تنسى تماما السلطه، الطماطم، الخيار، الباميه. كمان من الممنوعات اللبن السائل والزبادي والجبنه القريش والبيض، ده حتى الفراخ البيضه والبط وسمك المزارع زي البلطي والبوري كل ده ممنوع. طيب ايه هي المسموحات اللي غريبه شويه؟ المسموح هو الرز المصري، البطاطس وتوست الرده، زي مثلا انواع معينه زي الريتش بيك. طيب بالنسبه للدهون مسموح السمن البلدي وزيوت الذره وزيوت عباد الشمس. الاجبان زي ما قلت ان في اجبان ممنوعه، لكن في اجبان مسموحه زي الجبنه الرومي والجبنه المثلثات والجبنه الموتزاريلا. الصدمه الكبيره اللي عملت ضجه بالنسبه للنظام ده ان هو سمح بالمربى وبالعسل وكمان النوتيلا. التركيبه بتاعت النظام دي حرفيا تخليك تهرش في دماغك، هو ايه النظام الغريب ده؟ والسؤال الاهم، ليه الناس بترتاح عليه فجاه؟ اول حاجه بيعملها النظام ده هو ايقاف الالتهابات. ركز معايا ان اشهر حاجه بتعمل حساسيه امعاء وتهيج مناعي هي الجلوتين، لاكتوز الحليب، وقشور البقوليات. لما النظام يجي يشيل كل دول مره واحده انت حرفيا بتطفي النار والحريقه اللي مولعه في جهازك الهضمي، فبتختفي الالام المزمنه والانتفاخات تماما وبتبدا تحس براحه كبيره. تاني حاجه بيريح الامعاء بتاعتك لانك بتعتمد على نشويات سهله وبسيطه زي الرز الابيض والبطاطس المسلوقه، فده بيخلي الاكل يمتص بالكامل في الامعاء الدقيقه بتاعتك، وبالتالي مش بيسيب اي بقايا او فضلات معقده تروح للقولون وتتخمر وتعمل الغازات وتعمل احساس الكركبه اللي بتحس بيه. ثالث فايده قطع السموم، وده لان النظام صارم جدا في منع الاكل الجاهز سواء لحوم مصنعه او مواد حافظه او حتى ميه غازيه. قطع السموم ده لوحده بيقلل مسببات الاكسده في الجسم، فبتلاقي الكبد بدا يرتاح، مستويات الطاقه والنشاط عندك بدات تزيد، ده حتى الوزن بينزل تلقائي لانك بدات تنظف اكلك. من الفوائد اللي بيقدمها النظام تنظيم الهرمونات، في قواعد عامه للنظام زي الصيام يوم الاثنين ويوم الخميس وعدم الاكل الا عند الجوع الحقيقي. الفكره دي بتصلح حساسيه الانسولين وهرمون الشبع او اللي هو هرمون الليبتين، وده هيخلي جسمك يستعيد التوازن بتاعه الحيوي، وعلشان كده فجأة بتحس انك خفيت وبقيت انسان جديد. بس استنى لحظة، هنا الفرحة اللي اتكلمنا عنها وراها الصدمة اللي انا جاية اقولها لك دلوقتي. نيجي بقى للغز اللي محيركم، ليه لما بتمشي على النظام وترجع تاخد لقمة واحدة من الممنوعات بتتعب جدا وبتجيلك انتكاسة مرعبة؟ امعائك فيها بكتيريا نافعة اللي هو الميكروبيوم وانزيمات هاضمة متعودة تتعامل مع الاكل المتنوع، فلما انت تيجي تمنع عنها الخضار والبيض والبقوليات لشهور الجسم مع الاسف بيبطل يفرز الانزيمات دي، والبكتيريا النافعة اللي كانت عندك اللي كانت بتتغذى على السلطة وعلى الخضار بتبدأ تجوع وتموت، وبالتالي اللي بيحصل ان الامعاء بتاعتك بتبقى كسلانة تماما وغير مؤهلة لهضم الاكل الطبيعي. فلما تيجي فجأة تاكل بيضة او طماطمايه الجهاز الهضمي بيتصدم، مش بيلاقي الانزيمات ولا البكتيريا اللي تهضمهم، فيحصل لك التهاب حاد وتقلصات وانتفاخات اضعاف ما كان بيحصل لك زمان. بس استنوا، في اثر سلبي كمان خطير ومحدش بياخد باله منه الا لما يقع فيه. النظام ده بيأثر بشكل كبير جدا على عضلات
جسمك. علميا علشان تحافظ على الكتلة بتاعتك العضلية فجسمك محتاج بروتين كامل بأحماض أمينية أساسية. فلما تيجي تقرر انك تمنع البيض والجبنة القريش والفراخ البيضة والسمك والزبادي وفي نفس الوقت تمنع كل الخضروات الورقية والسلطة، فانت حرفيا بتدخل جسمك في مجاعة بروتينية ونقص حاد في البوتاسيوم والمغنيسيوم. طيب النتيجة عندك الجسم مش لاقي البروتين اللي هو بيحتاجه فيدور ويبدأ يسحب البروتين اللي محتاجه من العضلات بتاعتك، يعني حرفيا الجسم بيبدأ يكسر العضلات، فتلاقي نفسك بالفعل خسيت على الميزان بس انت خسيت عضلات ما خسيتش دهون، وبالتالي بتبدأ تحس بهمدان وضعف وشد عضلي متكرر. كمان في 3 حاجات تاني عايزة اوجه نظركم ليهم. اول حاجة خطر الكبد الدهني. السماح بالنوتيلا او البسبوسة او المربى مع الزيوت المتكررة بيحمل على الكبد جدا، فانت ممكن تخس بس الكبد بيبدأ يخزن دهون وتدخل في مقاومة انسولين خفية. تاني حاجة حصوات الكلى، انك تعتمد بشكل مفتوح على الجبن المطبوخة والمثلثات المليانة املاح فوسفات، وفي نفس الوقت انت مانع الخضار اللي بينظف الجسم بتاعك، فده بيرفع جدا من فرص تكوين الحصوات المؤلمة جدا للكلى. تالت حاجة الانيميا ونقص فيتامين بي 12. لما تقطع البيض او الفراخ او السمك جسمك بيدخل في نقص حاد من الحديد وفيتامين بي 12، وبالتالي بتلاقي نفسك على المدى البعيد دايخ وفي تنميل في الاطراف بتاعتك. يعني اختصار الفكرة انت فعلا هتريح قولونك جدا، لكن هتدفع الفاتورة من كبدك وكليتك وعضلات. مين ممكن يجرب النظام ده ومين ما ينفعش اصلا انه يجربه؟ اللي ممكن يجربه والفترة مؤقتة جدا، يعني من اسبوعين ل3 اسابيع كفترة نقاهة. اول حاجة مريض القولون العصبي الشديد اللي بطنه مش بتهدى خالص ومش عارف ايه بيتعبها، او الشخص اللي كل اكله فاست فود ومصنعات وعايز يعمل ريست لجسمه او يبدأ من الاول على نظيف. لكن اللي ما ينفعش يجرب النظام ده لو كنت حضرتك حامل او مرضعة، لان الحرمان الكلي من فيتامينات الخضار وكمان البيض هيعمل لك سوء تغذية حاد. كمان مرضى السكر، لان النظام ده فيه حاجات اصلا في العادي ممنوعة مع مريض السكر او المفروض ان هو يقللها. واخر فئة مرضى القلب او الكوليسترول، لان فكرة ان انا اعتمد على الجبن المطبوخ والزيوت المكررة بغزارة مع غياب مضادات الاكسدة خطر جدا على الشرايين. علشان كده انا النهارده جايه اقول لك الخلاصه، نظام الطيبات مش اسلوب حياه ابدي، لكن ده نظام طوارئ مؤقته. وعايزه اقول لكم نقطه مهمه جدا، لما تيجي تطلع من نظام الطيبات للنظام بتاعك العادي لازم تطلع منه بالتدريج. اكتب ورايا الخطوات دي لانها هتكون مهمه جدا. وعلى فكره الخطوات دي لكل شخص، سواء كنت في نظام الطيبات وعايز ترجع بشكل تدريجي او انك عايز عامه تبدا تاكل اكل نضيف يريح القولون بتاعك ويريح الجسم بتاعك. اول حاجه لازم تثبت نظافه نوعيه الاكل، يعني لازم تقطع تماما السموم الحقيقيه اللي بتدمر امعائك وجسمك زي اللحوم المصنعه، سجق، برجر، لانشون، والزيوت النباتيه المهدرجه والمكرره في السوق والفاست فود. الخطوه الثانيه البروتين بتاعك لازم يكون نظيف. لما تقرر ترجع البيض ابعد تماما عن بيض المزارع واشتري البيض العضوي اللي بيبقى مكتوب عليه ان هو اورجانيك، او حتى بيض بلدي حر من مكان مضمون حضرتك بتتعامل معاه. وابدا بنص بيضه مسلوقه في اول يوم وابدا شوف جسمك ورد الفعل بتاعه. ولما ترجع للفراخ ممنوع الفراخ البيضه بتاعت المزارع، كل فراخ بلدي او طيور حره متربيه صح ونظيفه. اما السمك خليك برضو في السمك، بس يكون السمك البحري اللي بيبقى الحجم بتاعه كبير، مش سمك المزارع اللي بيتغذى على العلف. الخطوه الثالثه احياء بكتيريا الخضار. اوعى ترجع تاكل سلطه نيه فجاه. اول حاجه عايزاك تبدا بالخضار المطبوخ سواء كان سوتيه او ني في ني، زي مثلا الجزر او البسله، وحاول تدخل نوع واحد بس بكميه صغيره جدا لمده 3 ايام عشان تدرب الامعاء وتصحي الانزيمات الكسلانه بس من غير صدمه. اخر خطوه مهمه جدا النشويات. لما ترجع للعيش البلدي اختار عيش مخبوز من دقيق قمح كامل ويكون نظيف وموثوق ومش مستخدم فيه محسنات خبز. وفي النهايه لازم اقف بكل احترام وتقدير لصاحب النظام دكتور ضياء العوضي، ربنا يرحمه ويغفر له. الراجل ده اجتهد فعلا انه يلاقي نظام يريح الاف الناس اللي تعبوا من المعاناه المستمره مع الدكاتره. وطبيعي ان اي نظام غذائي او طبي في الدنيا بياخد سنوات للدراسه والبحث السريري والبحث المعملي، وكل يوم بتظهر نتائج جديده. فاي نظام دايما خاضع للتطوير وخاضع للدراسه، ربنا يجعله في ميزان حسنات. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقه النهارده وقدرت اقدم لكم حلقه مفيده. لو عجبتكم الحلقه او استفدتوا منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان اكبر عدد منها يستفاد، وما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناه وفعلوا علامه الجرس علشان توصل لكم كل
الفيديوهات اللي هقدمها اول باول. وفي النهايه فانا بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن. اشوفكم بكل خير الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.